فطور. يعني ما بدك تروح مع بابا على الصيد؟ ماشا حبيبتي، مفكرتيني كتير مبسوط اني رح اقضي العطلة بالشغل بدل ما اكون معكم؟ بس هن ما رضيوا نأجل تحضير وراء الصفقة لبعد العطلة. خلاص مو مشكلة، بس نحن اتفقنا قبل والبابا رح يزعل منك هلا. كنت قول من الأول إنك مو حابب تشوفه. بالعكس ماشا، أنا حابب نقضي وقت مع أبوكي بس شو أنا كمان ما بحب الصيد، بس كنت حابة إنه تحكوا مع بعض، بلكي بتتقرب منه لتحسوا إنكم عيلة وحدة وتحبوا بعض. ماشا طلعي فيني. نحن عيلة. مضطر تروح على الشغل اليوم؟ فكرتيني مبسوط؟ بس أخلص رح أرجع فوراً بوعدك. طيب ما بدك تاكل؟ ما بلحق، رح أشرب قهوة. يلا بحبك كتير. وأنا كمان. باي. باي. أريستارخ كيفك؟ أهلين. سمعت رواتبكم منيحة كتير بدائرة تملك الأراضي، بس مو لهالدرجة. بلا هذا المزح مو وقته هلا. هي معك حق. ماشي، المصاري جاهزة، بس قبل ما نكمل صفقتنا أنا لازم شوف كل الوراق المطلوبة بالأول. ايه موجودة، تفضل. منيح؟ كله تمام؟ طبعا كل الوراق الرسمية، وهلا صار فيك تبني الكازية على هي الأرض. يلا بسرعة أعطيني هالشنتاية، خلينا نخلص اتفاقنا. مساء الخير، معكم المحقق سمير نوف، قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية. بس حضرتك فهمتنا غلط، ورانا كلها نظامية هون. لا فهمان صح، بعرف شو عم تعمل انت وياه. عطاك رشوة مقابل تقدم له خدمة. ما قلت لي هالصفقة اسمها؟ اسمعني لا شوي. هذا إذن رسمي وكل شيء نظامي. بعرف هالشي، أنا فهمان عليك منيح. أكيد كان بدك توقع هالوراق ببلاش، بس كلنا بحاجة المصاري. مثلا بدك تعمر بيت، أو لازم تشتري لبنتك سيارة، أو لإلك يمكن بدك تركب طقم أسنان، مع أنه بتقدر تمشي حالك بأسنانك هدول. ليش عم تحكي بهالمواضيع؟ إذا فيك تعتقلنا هلأ بشكل رسمي. لو هالاعتقال رسمي كانت على إيدكم سودا، وراح تخسروا كل شي فيه بهالشنتاية. بس أنا كمان بحاجة المصاري مثلكم، لهيك فيني غض نظر شوي عن الوضع. شو اللي عم تعمله؟ شو صاير لك؟ نزل المسدس، بكفي يا مجنون، قتلته للزلمة. عليه هو ليش لا يطلع بالسيارة؟ شو يلي عملته؟ كان بس بدي خوفه مو أكتر. شو بدنا نعمل هلأ؟ طيب خلص اهدى شوي، خليك هون وخبيه. وين بالطبونة؟ لك لا، خبيه تحت المقعد، هلأ بيجي. لا مستحيل، ما بدي. عمل لك خبيه تحت المقعد. أنا ما فيني. لوين رايح؟ خلص عمل مثل ما عم لك، رح دق تليفون وجهي. لك تعال. ما بدي احكي من هذا التليفون. لوين رايح؟ وين رحت؟ تعال. مرحبا. تفضل. لو سمحت بدي تعطيني أرخص نوع موبايل موجود عندك بالمحل، ومع خط كمان بدون فواتير شهرية، بس بسرعة شوي، أنا كتير مستعجل. تكرم ثواني بس. ألو؟ كيفك ماشا؟ أنا رح أرجع الساعة 3. انشغلت مع العملاء، أكيد رح أجي بس بدي أتأخر شوي. أنا بعتذر منك حبيبتي، وهلأ باي، بحبك كتير. طيب في عندكم أكياس؟ ايه
بدي كتير ورح أدفع لك حقه. طيب ماشي، فهمت عليك. عرفت شروطكم، بدي أقول لك بعد شوي. شو عم تعمل؟ يعني هذا بده يضل بالسيارة هلا؟ كله تمام، رح يساعدونا. خلص مشي الحال، حكيت معهم. منيح. هدول الجماعة كتير جديين، رح يخفوا السيارة والجثة، ولحتى نطلع من هالقصة طلبوا مني كتير مصاري وأنا ما معي. خود هدول، هي المصاري، أعطيهم ياهن. طيب انت هلأ روح خود حمام ولا تفكر بشي وانسى يلي صار. يلا روح اركب بالمترو. ايه واخيرا خلصنا. بام بام. اختنقت تحت هالاكياس. شو مش الحال؟ تعرف يورا، احلى شي بشغلنا انهم بيتبرعوا لك بالمصاري ومستحيل يقدروا يثبتوا الجريمة علينا. هو اعطاني المصاري لحاله، هي 20%. ممتاز. والسيارة؟ كالعادة؟ خلي الشباب يتصرفوا، خود انت المصاري، انا لازم روح. ماشي. إيليا، رح نلتقي التنين؟ الصفقة الجديدة بدها مناقشة؟ عندي خطة منيحة. ايه نفذ الخطة اللي فكرت فيها بس من دوني. مو معقول. شو صرت تآمن بقدراتي؟ لا أنا مو هيك قصدي، بس خلص قررت إني استقيل. تشرفت بالشغل معك يورا. مهلا، كيف يعني قررت تستقيل؟ شو جنيت؟ طيب مو نحن شركاء؟ بقيان لي شوي وبشتري سيارة مثل ناش بريدجز. كل عمري بحلم بسيارة مثلها، يا دوبني بلشت بالموضوع. اسمعني يورا، عرسي مو مطول. طيب الحب هذا هو السبب؟ ايه، الحب والرغبة بالاستقرار. معك حق. شوف، على القليلة خلينا نودع بعض بطريقة مناسبة. نحن رفقات، صار لنا عمر سوا وعلمتني كتير، لهيك لازم اتشكر معلمي. طيب ماشي، منغير ثيابنا ومنروح على السريع. بصحة الحياة الجديدة. بصحتك، أنا مبسوط لأنه ماشى بحياتي. ماشا أنا اللي عرفتك عليه. بنت منيحة من عيلة غنية، معلوم، كله مشانك. أهلا وسهلا. عصير لو سمحت. ايه تكرم. بدك ترتب وراء بمكتب أبوها؟ هيك حابب تبدل حياتك بمشروع عائلي ممل لهالدرجة؟ بدي عيلة، مو مشان الشغل. فهمت. الرجل مثالي. ما بدك تكذب على خطيبتك. انت هلا قاعد باجتماع عمل، ما هيك؟ شي ظريف. طيب واذا عرفت انه عريسها نصاب؟ خلينا ما نمزح بهالموضوع. معك حق، انا بعتذر، بس ماني فهمان كيف وصلت لهالمرحلة. انت محترف وكتير شاطر، انا حتى ما فيني استوعب انت كيف قدرت توصل لهي الاحترافية. ايام الكلية وقتها انا كنت اشطر واحد وهلا صرت طالب عندك. اسمع يورا، ما في داعي تروح لعند حدا، انت فيك تزبط امورك وتعمل كل شي لحالك. عندك اسلوب تخطيط قوي تقدر تعتمد عليه. بس رح اعطيك نصيحة، تفضل. انت بتعمل الشغلة بسرعة من دون خيال.
لتنهب أكبر كمية. بس بدار الأيتام علمونا غير طريقة لحتى تنجو. طبق علم النفس بالحياة العملية، وصدقني انت لما بتاخد حذرك وبتضل بلا مصاري أحسن بكتير من انك تروح على السجن. هذا الحكي بعرفه. أستاذ بندر قال يجب احترام القانون. بعرف هالشي. في حكي بتمك. اسمعني يورا، انت كل عمرك بتحلم بسيارة حلوة، أما أنا على طول بحلم يكون عندي عيلة. وشو لازم تعمل بكرة؟ رح تموت من الملل. كيف رح تقدر تعيش هيك؟ وقديش بدك تتحمل؟ بتمنى ما يفرقنا شيء إلا الموت عن بعض. شو؟ اسمعني، رح أقول لك هاي آخر صفقة. عندي فكرة حلوة كتير. نصب مزدوج، وكل واحد بيطلع له 1,000,000 أمور وبال. اختم مسيرتك بطريقة حلوة، وبعدها روح جيب أولاد وربيهم وما بعرف شو لسه كمان ناوي تعمل. متأكد إنه بدك هالصفقة؟ أكيد يا إيليا، صدقني فرصة ما بتتعوض. لا، اعملها لحالك، أنا رايح على الصيد. باي. طيب فكر. كيف صار هيك؟ كان قريب منا وانت ما عرفت تصوب. لا، صوبت عليه ويمكن صبته. كيف يعني يمكن؟ معناها هلا عنا غزال مجروح بالغابة ومعصب كتير منك. اسمعني يا ايليا، لازم تصوب فوق الكتف ومن هي الزاوية رح تصيب القلب. هيك علمني أبي. بس للأسف أنا أبي ما علمني شي بنوب. بعرف دار الأيتام ما ممكن تحل محل العيلة، بس أنت شاب منيح. بالعادة يلي بيدور الأيتام يا بيتجهوا على الشرب أو على الجريمة. للأسف هذا الحكي صحيح. تعرف كل عمري بتمنى يكون عندي ولد هيك مثلك. اسمعني يا إيليا، أنا كتير بحب ماشا وبتمنى أنها تكون مبسوطة معك، وأنا بوثق فيك لأنه بالنسبة لك العيلة أهم شي. شكراً. شو كيف كان الصيد؟ بتوقع بالنسبة لأول مرة كانت منيحة. شو يا شباب، ما نكون جوعانين؟ بتوقع بالأول رح تكون عندي محامي بقسم الاستثمار الخارجي. أول 3 أو 4 سنين بتبلش تتعلم شوي شوي وبتتعرف على هيكلنا التنظيمي، وبعدين مع الوقت رح أقدر عينك نائب لإلي. وأنا يلي رح دربك لحتى آخر شي أنت تستلم محلي. 3 أو 4 سنين؟ بتوقع أكتر من هيك لتصير جاهز. يعني أنت في عندك خبرة بقطاع التأمين، وبتوقع تنجح بالاستثمار. هاي عندك ماشا، شفنا لها محل، ما هيك؟ وهلأ مبسوطة معنا لأنه تعودت شو على رأيكم الشغل. بدل الحكي عن الشغل نحكي عن العرس؟ لأنه ما ضل كتير وقت وفي ألف شغلة بدنا نعملها. ما اخترنا المطعم ولا كروت الدعوة والتياب. وبالنسبة للسيارة، أنا ما بدي سيارة ليموزين، بدي نفكر بشي مميز أكتر. بابا اكتب قائمة بأسماء ضيوفك. إليا كتبت قائمة ضيوفك؟ لازم تساوي هذا الشي بأسرع وقت لو سمحت. لكني أنا هون كاتبة كل شي، لوين لازم نروح ووين لازم نحجز، مشان كل شي يكون منظم ومرتب. إيليا، شكراً لأنه دردشت مع بابا. بالنسبة إلي كتير مهم إنكم تصيروا رفقات. هذا واجبي. خبريني ماشا، ليش بدك نعيش مع أبوكي؟ لأنه
انت بتعرف انه بابا بالفترة الأخيرة ما كان وضعه الصحي كتير منيح وحابة مضي معه وقت أكتر. بعدين هذا البيت اللي ولدت وربيت فيه، المكان هون كتير حلو والبيت كبير ورح يكون إلنا مدخل لحالنا. رح يعجبك هالشي صدقني. ما بدي جادلك، أكيد رح يعجبني. ما عم تشتغلي بمهنتك كرمال أبوكي؟ لا، شو هالسؤال؟ أنا اخترت إنه يصرف علي. هلأ صح هو عم يحاول يتدخل كتير بحياتي، بس ما بقدر قله لا، لأنه هو كبير العيلة ولازم نحترمه. تمام، وأنا رح كون صهره لصاحب هذا البيت. طيب إيليا لو سمحت، عرسنا مو مطول، خلينا نرتب أمورنا. صار لها القائمة ناطرتك 4 أيام. طيب خلينا نشوفها، هي هون؟ عن جد؟ ايه طبعا. الو يورا، انا وافقت على الصفقة، بس هاي الأخيرة، لأنه بدي جرب هالمغامرة لآخر مرة. طالع شركة بالسوق الإلكترونية اسمها انترباي. عم تتعامل مع عملاء كتير جادين، وبنفس الوقت في عندها نقطة ضعف، مسؤولة النظام تاتيانا سيمونوفا. وليش بقى؟ مرة وحدانية، وهيك مرة بتكون نقطة ضعف، لأنه بنفس الوقت بتقدر توصل لكل الأقسام اللي بالشركة. لسه ما فكرت لهلأ بخطة منيحة، بس فهمت عليك. منجرب معه ومنشوف. بدك حلو؟ ايه كيكة نابليون. كمان بدك؟ رجعها محلها لشوف. تفضلي. بتحب تشرب شي؟ شاي. تكرم. وحضرتك؟ بدي حلو. تفضل. فاضي هون؟ محجوز. بما انه نحن اثنين منحب نفس الحلو بقى ما في مشكلة. ليك أحسن لك تروح من هون، خليني آكل عرواق. طيب صحة. عقلبك. عن إذنك. طيب ماشي، تمام. المدخل الثالث. أنا بعتذر منك. أنا يلي لازم بعتذر. أعتذر. هذا أول يوم لإلي بالشغل، لسه ما حفظت الطريق. ما تواخذني. وين بتشتغلي؟ هون بإنترباي مهندسة نظام. أنت كمان موظف؟ ايه أنا بشتغل بشركة تطوير. طيب ليك بتعرف وين في هون قهوة؟ جاية على بالي قهوة. مو مشكلة، من هذا الطريق بتحبي وصلك؟ بتكون فضلت علي. لا ولو. ايه كلكن هيك يلي بتشتغلوا بالمكاتب بتضلوا قاعدين مثل البومة ورا مكاتبكن. كنت عم قلن امشوا نطلع برا المدينة بالعطلة، إذا بدكن منروح منركب خيل، بس ما عجبتن هي الفكرة. لا بدنا نروح على البار ونشرب. شوفي أنا ما بقدر أعمل مثلهم، يعني صح أنا موظف بمكتب بس بحب الرياضة كتير. شو نوعها؟ أنا كتير بحب القفز المظلي. صح الجو بارد بس إلا ما تزبط معي بشي يوم. حلو. ما حكيت لي عن شركتك. شركة تطوير فيها كل شيء، شو ما بدك. وانت المدير؟ هيك شيء. كل شيء ممل هون، الأرقام، مصاري 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 وإنترنت. والهاكرز. ايه كمان. عن جد بحس كل شيء ممل هون، كمان هالدوام كتير طويل. لهيك بتحبي تلعبي رياضة؟ لا مو مزبوط، بس أنا ما بحب ضل قاعدة بمكاني. في هالزهرة الحلوة بإنترباي وبدك يعني آخذ القصيص المعفن؟ مين كان بيعرف؟ قولتك. نحن أكيد رح نضمها للخطة الجديدة، بتوقع أنها مناسبة وما بتعذب. مبينة سهلة، كان واضح اليوم.
إنه عندها ضعف ورومانسية، بتوقع عم تحاول تخبي صدمات من الماضي. طيب فكرت بالخطة؟ رح تكسب ثقتها لتسرق قاعدة البيانات؟ ومنبيعها لمنافس ايه وبيحكموا علينا 50 سنة بالسجن. ولا شو؟ طيب بالعادة البيع والسرقة من اختصاص الهمج، بس طالما أنا موجود فلازم يكون في خطة نمشي عليها. اسمعني، آنيا هاي البنت وهون عنا الشاب كتير رومانسي يلي رح يخليها تحبه، بقصد للبنت، تمام؟ وهالشاب الرومانسي بده ينقذها. ومن مين بقى؟ من اثنين يلي نحن رح نكون مجهزينه. تتذكر جينيا مهووس الكمبيوتر؟ ايه رح يطلق اثنين ورح يكون الجوكر. رح يخترع فيروس ما بيشتغل إلا بأيام دوام البنت الحلوة، بس هي البنت ما رح تعرف تتعامل معه أبداً. بعدين رح يجي الشاب الذكي وينقذ البنت من إنها تنفصل من الشغل، ورح يجيب هالجوكر لحتى يساعدها بإنه تخلص من هالتنين، وبنفس الوقت بينسخ قاعدة البيانات لأهم العملاء. وبعدين مثل ما قلت منجيب قاعدة البيانات. يورا اسمع شوي، ما تقاطعني لو سمحت. ما رح نبيع البيانات لحدا بنوب، بس بيجي يوم والجوكر بيقرر يحظر حسابات العملاء المهمين بإنترباي، وحتى ما يصير مشاكل لازم يحولوا على حساب بقبرص 300,000. بعدين فيهم ياخدوا المفتاح وهيك بيشيلوا الحجب عن حساباتهم. هذا كل شيء. المهمة الأولى نعرف كل شيء عن آنيا، بدي كل التفاصيل عن ماضيها وعائلتها كمان، روتينها اليومي، إلا ما نلاقي مفتاح. شو رأيك؟ طيب سؤال، انت فيك تشارك هالشي مع الجوكر؟ ما تكون بخيل، تعرف البنات ما بيحبوا البخيل. مرحبا، اهلين. شو كيف الأمور؟ باختصار اسمها آنيا سيرجيفنا، مخلصة جامعة واختصاصها نظم وشبكات. توفت امها وعمرها 2 وابوها متوفي، ما عندها اخوة ابدا، هي بنت حالها، عايشة بناخيموفسكي، والسنة الماضية زارت ألتاي. بتتحسس من الحمضيات، بتحب الروايات وركوب دراجات الرباعية. طيب ماشي، امتى رح نبلش؟ بكرة. ايه خلص ماشي، اوكي. شوفك مرحبا. اليوم. ايه على الساعة كيفك؟ 8. ما في مشكلة. تمام. أنا كنت بدي روح طيب. على محل حلو هلأ، وبتوقع إنه رح يعجبك كتير. إيليا، ليك لازم خبرك بشي مهم. بصراحة أنا امبارح حكيت له لرئيس جهاز الأمن عن تعارفنا ونحن هلأ تحت المراقبة، أو بالأحرى أنت يلي هلأ تحت المراقبة. ما فهمت عليكي. شو اللي ما فهمته؟ إنه كنت عم أمزح معك. هذا الحكي بيعلمونا اياه بالدورات لأنه بنشتغل بالمصاري، فلهيك بدربونا على هذا الأسلوب. منيح، لأنه كان بدي طالع المدفعية وبلش أوس على كل العالم. الحمد لله ما حدا تصاوى. لوين رايحين؟ هلأ منشوف، نمشي؟ ايه يلا. مهضومة. أوه. كانت جانا ملهمة موديلياني يلي رسم حوالي 25 بورتريه. كانوا فقيرين كتير لدرجة ما كان معهم مصاري لحتى يشتروا أكل، والشخص الوحيد اللي اعتنى فيهم وقواهم هو رفيقه يلي طلب منه إنه يرسم له لوحات، بس لأجساد عارية، ونظم له المعرض اللي تسكر بعد 2 أو 3 لأنه كان مكانه مقابل مركز الشرطة. لهيك اعتبرته الشرطة معرض كتير فاضح، ولما صارت حامل قرر إنه يتزوجوا، بس للأسف هذا الشيء ما شو صار. السبب؟ لأنه توفى بمرض السل، ولما عرفت زتت حالها من الشباك وانتحرت، مع أنه كانت بشهر التاسع. أنت عم تتخيلي هذا الشيء؟ هدول العالم هيك عاشوا وما انكتب لهم يكملوا مرحبا. سوا. مو إيليا زبلويف؟
عفوا، نحن بنعرف بعض؟ أنا حضرت المعرض يلي أنت عملته بال2007. على فكرة هو فنان رائع. بتوقع أنك مخربط أخي. عن جد كان معرضك كتير حلو ومميز كمان، بس صار لي زمان ما سمعت أخبار عنك. يعني عم تعرض بس برات البلد؟ لو سمحت يبدو أنك ما سمعت كلامي. أكيد أنت مخربط. طيب بتمنى تقلي وين بقدر شوف أعمالك الجديدة. لو سمحت ممكن تتركنا بحالنا؟ تمام قال بعتذر. لك انك مخربط. أنا رايح، بعتذر منك. أنا لازم أطلع. تفضل. يورا، ايه إيليا، امشي. إيليا وقف شوي. شو صار لك؟ ما صار شيء، بس أنا بعتذر منك لأني كذبت وما قلت لك الحقيقة. بس رح أعترف، أنا ما بشتغل مدير شركة. بصراحة أنا بشتغل مصمم للأغنياء، المزارع، وكمان بدوكر لهم المطابخ، مع أنه هذا ما كان حلمي بالأصل. أنا تخرجت من جامعة ستروغانوف ورسمت، بس بعدين ما بعرف، خفت. وبهالأمور الموهبة ما بتسامحك. امشي معي. لوين؟ تعال رح غير لك مودك. طيب. هذا هو مكاني المفضل. حلو. ايه، مرة نطيت من هون. ليش بقى؟ لأنه هيك وصلتني الدنيا لهون. أنا أبي شنق حاله. بالتسعينات هو كان فاتح محل وعم يشتغل فيه، بس في نصابين احتالوا عليه وسرقوه، وصرت مديونة للعالم وما قدرت أتحمل. قديش كان عمرك؟ 12 سنة. قررت وقتها غرق حالي، بس كنت بعرف اسبح منيح حتى اني ما مرضت، بس صرت بعدها اقوى. لهيك بيقولوا بس توصل لهي النقطة بتصير اقوى بكتير. يلا آنيا، اطلع، يلا بسرعة. شو؟ جاهز؟ بتخاف؟ ولا يهمك، رح نط معك. منعد لل3. 1 2 خلص بلا ما تنط. ما وصلت لنقطة القوة. خلينا نتمشى. يلا. احكي لي عن حالك. شو بدك يعني خبرك عن حياتي؟ كنت بدار أيتام، كل شي على الدور. مثل السجن، لما ما بيكون عندك أهل لازم تصرفي هالطاقة بشي. لهالسبب كان كل شي قاسي. طلع. بتحب المفاجآت. في عندك تعبير بيضحك على وشك، لازم صورك. بس بعد إذنك نزلني. طيب، ممكن تصورنا لو سمحت؟ على مهلك. ابتسم، يلا ابتسم. تاتا. شكرا إلك.
بتعرف إنه حياتك بعمرها ما رح تكون مملة، لأنه أكيد في إلك رسالة على هالأرض. صدقني، أنت بس لازم تآمن بحالك. المهم إنك تآمن، فهمت؟ مرحبا. أهلين. بس كأنك تأخرت كتير مو؟ بعتذر، كان في شغل كتير اليوم. ايه بعرف، قال لي يورا. مين يورا؟ هاد يورا رفيقك بالشغل يلي تعرفنا عليه بالبحيرة السنة الماضية. تذكرته. ايه شفته اليوم بالمحل وبعدين هو وصلني على البيت. وهي لإلك. شو هاد؟ هي كنزة ولازم تقيسها. ماشي؟ تفضل. يسلموا حبيبتي. عجبتك؟ صارت 4. شوفي، قديش الساعة هلأ؟ مو صارت 4؟ لحظة، لا عندي موعد مع بياع الورد وكنت ناسي عنده. عم قلن ما طعموه لجراتشيك شوفان، طعموه جزر بيكون أحسن. بعدين إجوا لعندي وسألوني من وين بتعرفي هذا الشيء؟ أنا قلت لهم إيه طبعا بعرف، ما هو يلي قال لي، وصدقوني طلعتوا كأني بعرف أحكي معه. تخيل. صحيح اليوم الاستراحة قصيرة لأنه انترباي بدهم يوسعوا النظام. بشوفك بعدين. اوكي. عندي فكرة، ليك شو رأيك نروح سوا نركب خيل بهي العطلة؟ بتعرفي كنت بتمنى هذا الشيء، بس عندي موعد تاني. قعدة بار وشرب ما هيك؟ لا، الفكرة اني موعد العالم. غير هيك صدقيني اقتراحك الافضل بالنسبة لإلي. هي من شان ما تختنق. بشوفك التاني. كيف الأمور؟ انت شو مخبص امبارح مع ماشا؟ شو خبصت؟ غطيت عليك، أنت تأخرت. اسمعني، شغلنا هاد شي وحياتي الشخصية شي تاني. شو خطتنا؟ قول. الفيروس صار جاهز، بس نظام الحماية معقد وما فينا نخترقه. لازم آنيا تفوت على البريد تبع إيميلها لما منكون فاتحين بيانات الخدمة، وهذا الشي شبه مستحيل لأنه ممنوع. بس مشان فارس الأحلام اللي بتوثق فيه رح تعمل هالشي. أنت متأكد إنها بتوثق فيك؟ من دون شك. طبعا. مرحبا. أهلين. ليش أنت هون؟ ليش ما أجيت على الغدا اليوم؟ أنا استقلت. عن جد؟ ايه، أنا فكرت كتير منيح بالشي اللي حكينا فيه، ومعك حق عن جد مو مستاهلة لأشتغل شو ما كان، بس مشان آخد مصاري آخر الشهر. ما رح موت من الجوع. كتير حلو. لازم نحتفل بهذا الشيء، موافق؟ طبعا. بس بتمنى ما نروح على شي مطعم. إيليا، مو من شوي قلت إنه ما بقى بتهمك المصاري؟ خلص خلينا نحتفل مثل ما بدنا. شلون؟ عبالك تجرب؟ طبعا. تفضل. شكرا.
يهو. عم يرن الموبايل. الو؟ ايه اهلين؟ شو؟ طيب ماشي رح اجي فورا. خلص مو مشكلة. أنيا صايرة مشكلة مع رفيقي. أنا لازم روح لعنده. بعتذر منك. روح ولا يهمك. إيليا شو رأيك إنه نتزوج بالكنيسة؟ بتأمني بهالشي؟ إيه طبعاً. أنت متغير بالفترة الأخيرة. شو القصة؟ ما عاد تحبني يعني؟ شو جناتي؟ بحبك. بموت فيكي. بس أنا خايفة كتير. انت هالفترة متوترة. بكرة بس نتزوج رح ترتاحي ولا يهمك. اليوم وأنا راجعة على البيت تهيألي إني شفتك عم تمشي مع بنت. بعرف إنه كان خيال بس أنا هيك فكرت. تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. أنت شايفني غبية ما؟ ماشا انت ما في منك. بس أنا حاسة بهالشي. ما في داعي تكذب. ماشا أنا لازم أقول لك شي مهم وما بعرف إذا رح تفهميني أو لا، بس بتمنى إنك تسامحيني. أنا ما عم بقدر أترك الدخان. حتى إنه على بالي هلأ قوم ودخن لي سيجارة. يا غليظ ليش هيك خوفتني؟ لا تضحك. غليظ. عم نضيع الوقت. معناك ملاحظ؟ قلت لي انه انيا بتوثق فيك بس انت لحد هي اللحظة لسه ما قربت منها. معناتها عم تراقبني إذا قربت منا ولا لا. لا يا شريك شو هالحكي؟ أنا عم كون صريح معك. أنت قلت إنه كل ما زاد الوقت بالعملية زادت اسمع الصعوبات. شوي. أنا قلت لك إنه رح تاخد حصتك إذا نجحت هالعملية أو حتى ما نجحت. أنت بس نفذ اللي بطلبه. إذا نسبتك 30 بتاخد 40% بس ما تجي تقلي شو لازم أعمل. اهدى وطول بالك. شبك بلا هالشغل. اسمعني أنا إيليا إذا عم تواجه أي صعوبات خلاص ما في مشكلة، لا تاكل هم. أنا رح أتفهم الوضع. وبلا هالمصاري اللي بدها تجينا. وضعك أنت وأنيا شلون؟ طيب وماشا؟ يورا خلص مثل ما قلت لك مصاريك رح تقبضهم بكل الأحوال. سكر على السيرة. اتفقنا؟ وهلأ اسمعني، لازم تروح وفوراً لأنه عندي موعد مع آنيا. ليك أجت. مرحبا. أهلين. مرحبا.
آنيا. أهلين، أنت آنيا؟ ما شغلته إلا يحكي يورا. عنك. يلا بالإذن، لازم روح. ماشي. باي. باي. مع السلامة. كيفك؟ أهلين. تفضلي. شو حابة تاكلي؟ شوفي المنيو لحتى نطلب. ليك أنا اشتقت لك. أنا كمان. حاسستك زعلان. لا مالي زعلان، بس كان يوم صعب. طيب شو رأيك نشرب؟ موافقة. خلينا نعمل مثل كل العالم. بعد إذنك لو سمحت. رفيقك وصاني ضيفكم هنبيد، معتق من سنة 1999، تحبوا تشربوا؟ صب لنا. ايه كيفك انت بتقدر توصل على البيت؟ طبعا بقدر وصل. على فكرة أنا صاحي. بس لازم أوصلك على بيتك بالأول. ما في داعي، لأنه أنا ما رح أرجع على بيتي اليوم. بكرة معطلة وحابة أسهر. آنيا، ايه أنا هلأ لازم أعترف لك بشي كتير مهم. ايه حاسس حالي طالب مدرسة يلي لازم كل يوم يروح على المدرسة حتى لو مو جاي على باله. يلا يلا فوت. شكرا. رح تطول؟ لا أبدا. ألو ماشا، رح أجي وحاول إني ما أتأخر إذا قدرت. عنا اليوم حفلة بالشغل ورح أحضرها. في عميل كتير مهم موجود، ما بقدر أتركه وروح. ألو، ما عم بسمع صوتك منيح. طيب أنا رح أجي لعندك بس خلص فوراً حبيبتي. سلمي لي على أبوكي. يلا باي. اسمعي يا بنت، وقفي منيح بس نحاكيكي وما في داعي انك ترجفي. لنكون مو عاجبينك. روح يا ولد. أنا ماني ولد وبقدر أثبت لك. شك بهالشي. شو قلتي؟ شو عم يصير؟ روحوا من هون. يا شباب إجا البطل. نعمل مشكلة؟ لا. إيه خلص لكان. طويل هالشب. امشوا. اتركه امشي. مجنون وغبي. شو قلتي؟ يلي خلص سمعته. اهدي. رجعي عيديها نزل لشوف. ايدك. أنت مجنون. إيليا إيليا خلص خلينا نمشي من هون. إيليا لو سمحت بكفي بقى، خلص امشي. هي تمشينا. كيف صرت؟ أنا منيح. لحظة.
خلص اهدي يا ماشا، ما تخافي. ما راح يصير له شي، بس يمكن متقل بالشرب مو أكتر. بابا حتى لو متقل بالشرب هو بيتصل فيني، أكيد في شي. أكيد راح يتصل. تتذكري لما كنت أشرب بوقتها حتى ما كنت قادر أتحرك ورد على التليفون. أنا مو جاي على بالي روح على محل. ايه ما تروح. ما بقدر. معناها روح. ما بدي. معناها ما تروح. ماشا 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 اسمعيني. ماشا ماشا. الو ايليا، رد على التليفون. بعرف انك بالبيت، انا كتير قلقان عليك. صرت قايل لك 10 مرات انسى هذا الرقم نهائيا. إيليا، أنا آنيا. في شي لازم نحكي بأسرع وقت.